إذا واحد اغتصب سيارتك وباعها لتاني والتاني باعها لثالث وأنت شفت سيارتك، تأخذها ولا لا؟ طبعا لك الحق تأخذها، والله أعلم. الثالث يأخذ ماله من الثاني، الثاني يأخذ ماله من الأول. والأراضي نفس الشيء. إن وجد مجتمع في جيلين، الجيل اللاحق لم يستمتع بالخيرات كالجيل السابق، فهذا المجتمع بيئة خصبة لظهور القلاقل. الأمن والاستقرار خط أحمر للجميع. لهذا لابد أن تكون أزمة الإسكان ذات أولوية قصوى. كل فرد لا يملك مسكن هو إنسان مكسور من الداخل. لا يمكن أن يوجد مجتمع قوي منتج متمكن وأفراده مكسورين. في الشريعة الأرض إلا ما عليها مبنى أو مدرسة أو مصنع أو مزرعة أو هي أرض بيضاء قابلة للإحياء، تسمى أرض موات. هذه الأراضي الموات بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وهذه الأراضي اللي عليها شبوك وعليها مسورة بالأتربة هذه الأراضي ليست ملك لأصحابها، لأنه بإجماع الفقهاء إلا أقوال شاذة الأرض المحتجرة لا تملك، والأرض المقتطعة لا تملك. المقتطع له الحق في الأرض 3 سنوات ليحييها، هو سابق لغيره بس في الإحياء، إن لم يحييها خلاص. لا يمكن للدولة حل مشكلة الإسكان في وضعنا الحالي. المشكلة تفاقمت وكبرت، حتى إن بنت المساكن بمئات المليارات فهي حل جزئي. بنهاية هذه المباني الزيادة السكانية تكون فاقد أكثر وأكثر. لماذا تنفق الدولة مئات المليارات؟ هناك حل أعطتنا هو الشريعة: إحياء الإحياء. إن طبقنا إحياء الأرض كل إنسان عليه التخلص من مياه أمطاره بنفسه. الغيث اللي هو مطر، اللي هو خير كثير، أصبح مشكلة الأيام هذه. الناس خايفين من الأمطار. لماذا؟ سيول جدة مثال. لأنه الإنسان ما هو مكلف بالتخلص من مياه أمطاره بنفسه. إن طبقنا إحياء الأرض كل إنسان عليه التخلص من مياه أمطاره بنفسه. هذه مسؤوليته. فهو يبني ويرمي مياه أمطاره للخارج. إذا جاء واحد أحيا بعده يحترم مسيل هذا الماء، لأنه مسيل هذا الماء من حقوق هذا العقار، يسموه حقوق الإحياء. مسيل الماء من حقوق الإحياء. ثم يأتي الثالث والرابع والخامس. أنا رأيت بعيني في تونس والمغرب مدن مياه الأمطار تنساب فيها من سطح لسطح 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 إلى المسائل، ولا تكلف أحد شيء. كل إنسان يتولى تنظيف القنوات اللي في سطحه عندما تهطل الأمطار. والمسائل الموجودة أصلا من مئات السنين وهي تجري فيها المياه ما حد أحياها، متروكة محترمة. الشريعة تحاول تمكين الإنسان، إيجاد إنسان عزيز، وليس بالضرورة بيئة ممتازة. هذا الإنسان العزيز لما يكثر في المجتمع والمجتمع كله يصير عزيز، البيئة ستكون أفضل ما يكون، لأن المجتمع متمكن وإنتاجه غزير، لأن الفرد أحيي بدل ما هو مكسور. إذن في مصلحة الجميع أن نعيد مبدأ الإحياء للأمن والاستقرار.